توقيف إطلاق النار، لأن الحرب جارية ودك معاقل العدو المغربي جارية ولم تتوقف، والحكم الذاتي لن يقبله الصحراويين، وفي القرار لم يأتي بفرض حكم ذاتي. علاه نزلت قول له ما ينزلش كي نجاوبه، قول له ما ينزلش. هروب هذا عيب له هروب دولة هذا هروب لا هرب قول له صحراوي يقول له دولة خويا عندي لك سؤال. خلي الكبير يعطيه شويه من الدواء. دقيقة دولة عندي لك سؤال، والله باش دولة على بالك باللي فخامة وجلالة إبراهيم غالي خان الجزائر كي قعد في مفاوضات تاع إفريقيا مع أوروبا قعد مع المغرب، هذه خيانة ولا لا؟ رانا فهمناك يوسف، وهذا هو المشكل. الإخوان شوف خويا هذيك التريحة تاع إبراهيم قالي في هذيك الطاولة تنعت باللي ليس هناك حكم ذاتي، دليل قاطع أن أوروبا تعترف بالصحراء الغربية. حاجة باينة هذه. أنا علاش شوف العياشة ما يفهموش، فهمتني الدولة كانوا جاو يفهموش. صبر نقول لك دقيقة برك نعطيك واحد كانوا جاو يفهموا 50 سنة إسبانيا تسير في المجال الجوي وما راهم مازال يهضروا، يقول لك الصحراء نتاعنا. صحيح آدم لا الدولة حفاظا اللايف. الآدم المغربي اللي كان هنا أنا طحت له في واحد النقاط حرشته ما قدرش يجاوب عليها، هبط. الدكتور الكبير تفضل. أهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. والله تعبنا من هذا العياش، من هذه البروباغندا العياشية، الحكم الذاتي وبطاطي وبطاطا وكذا وكذا. افتراضا قبل الصحراويين، كل الصحراويين يقبلوا هذا الحكم الذاتي. سيعرض على من؟ هل على المغاربة أو الصحراويين؟ سيعرض على الصحراويين، يعني عنك أنت المغربي ليست معني، ما لك معني في القضية الصحراوية، ما دخلك فيها، هذا أمر للصحراويين. والحكم الذاتي لا يوجد أي قانون، فهم يا أخي، لا يوجد أي قانون في القانون الدولي يتكلم عن الحكم الذاتي، لا يوجد. ولم يناقش الحكم الذاتي أبدا في الأمم المتحدة من 1948 إلى اليوم، تأسيس الأمم المتحدة إلى اليوم لم يناقش فيه حكم ذاتي. لماذا؟ لأن الحكم الذاتي يعرض على شعب، وتعرض الدولة على شعب، والله منطقة من هذه الدولة، ولازم هذه الدولة يعود عندها السيادة، مفروض عندها السيادة. هل الشعب الصحراوي طالب المملكة المغربية بالحكم الذاتي؟ لا أبدا. هل المملكة المغربية عندها سيادة على الأرض الصحراوية لتعطي الحكم الذاتي للصحراويين؟ لا أبدا. يعني هذا الحكم الذاتي هو موقف سياسي من الولايات المتحدة الأمريكية ومن فرنسا، لا زيادة خويا، هو موقف سياسي ولكن ليس قانوني. حتى في هذا القرار الأمم المتحدة، وهذا القرار 2797 هو متناقض، وهذا مقصود من المجلس الأمن. كل إنسان يقدر يقول لي قراءة خاصة هو شخصيا له لقراءة هذا القرار الأمم المتحدة. يجيك العياش يقول لك أنا الحكم الذاتي، لأن كلمة حكم الذاتي صدرت في هذا القرار، ولكن كمل الجملة، لا تقولي ويل المصلين جي موقف. تكميل الجملة يقول لك يضمن تقرير مصير الشعب الصحراوي، وهو موقف سياسي. لماذا؟ قال لك ربما هذا الحكم الذاتي هو الحل الوحيد، وبطاطي وبطاطا. ربما يجيك الصحراوي يقول لك لا، انا ماني راضي على الحكم الذاتي. وما هو الحل؟ الحل شنو؟
في القرار الامم المتحده يقول لك يطلب من الطرفين الصحراوي والمغربي بالجلوس وحل المشكله سياسيا يرضى الطرفين بلا شروط. يرضى الطرفين بلا شروط. حل سياسي. السلام عليكم يا العياشة. حل سياسي يرضى الطرفين بلا شروط. ولكن ما قال لك حل قانوني. هذا الحل السياسي يضمن دواما تقرير مصير الشعب الصحراوي. مفروض عليه. مفروض تقرير مصير الشعب الصحراوي. والمغاربة سمعوا كلمة الحكم الذاتي من 2007. من 2007 المملكة المغربية تتكلم عن الحكم الذاتي. طلع لي أي مغربي، أي عياشي. واصبر. سؤالي بس سير. أنا كبر عمك الميكرو أنت معايا. طار من فضلك طار خلي الناس تكمل اللي دخلتها. أنا ذاك الكلام قيل وقال وقطع ذاك أنا ما يهمني يا صاحبي. خلي عليك السيد من فضلك رايح نعطوك المداخلة، نعطوك الكلمة ماشي مشكل، نعطوك المكالمة. الشعب الصحراوي يا أخوي أنا ما يهمني الشعب الصحراوي. أنا سؤالي ما هو على الشعب الصحراوي. الشعب الصحراوي أعلى هو ولي قضيته. ولكن أنت مغربي، أنت هو المغربي تقول الحكم الذاتي. أنا سوى المغاربة. ما هو هذا الحكم الذاتي العارضة المملكة المغربية على الشعب الصحراوي؟ 18 سنة. شوف خويا، 18 سنة المملكة المغربية تتكلم عن الحكم الذاتي. واخوتي المغاربة طلعوا لنا وقولوا لنا بس لنا ما هو هذا الحكم الذاتي. الدين السورة يقول لك أنت المغاربة، يقول للمغاربة لازم تفصيل هذا الحكم الذاتي لأنه ما مفصل. ما يهمه إنسان. ملكك محمد السادس يطالب الأحزاب السياسية تضامن مع الدولة لتفصيل قولي هذا الحكم الذاتي. لا يوجد إلى اليوم هذا الحكم الذاتي. قدموا ملف 4 ورقات أو 3.5 لتفسير ما معناها الحكم الذاتي. هذا تفسيره، ولكن تفسير والتفاصيل متخالفوا يا صاحبي. هذا القرار الأمم المتحدة راح الملك وعدى الخطاب وقال الملك اليوم يوم العيد، عيد الاتحاد وبطاطي وبطاطا. يعني سالينا في القضية الصحراوية يوم 31 أكتوبر. هذا هو حسب قولي كلام الملك. مع الحسن الثاني كذب. الكبير خلينا نتكلم على واحد. حبيت نتكلم على واحد النقطة. تفضل. الصوت راه يتعاود، المشكل راه في الصوت. قلت ايوا النظام المغربي من 1975 وهو يروج بأن حرر الصحراء الغربية بمسيرة ما تسمى عندهم المسيرة الخضراء. و50 سنة والنظام المغربي يروج لهذا الدعاية. والشعب المغربي في المواقع التواصل الاجتماعي يتكلم على هذا المسيرة بأنها حرر الصحراء الغربية بها. لكن في 2025 ليست بعد صدور القرار بل بعد التصويت على القرار، واكيد بعد التصويت على القرار الاخر 27 السفير المغربي عمر هلال هو من ابلغ ملكه بان تم التصويت على قرار فيه كذا وكذا وكذا. لهذا محمد السادس خرج سريعا ليلقي خطابا على الشعب المغربي ويقول فيه بأن يعني انتصرنا والحكم الذاتي أصبح حقيقة وسيتم فرضه في الصحراء الغربية. لكن الشيء النقطة اللي حبيت نتكلم عليها هو ألغى الخطاب الذكرى المسيرة الخضراء واستبدلها بعيد الوحدة الوطنية. يعني هذه المسيرة اللي كان يروج لها بأن كحرر بها الصحراء الغربية تخلى عليها اليوم. أليست يا الدكتور الكبير أليس هذه طعنة في ظهر الشعب المغربي؟ تفضل. صحيح. هو شوف، إياك تفهم المسلسل. المسودة رقم 1 2 3
والامريكيين عدلوا 3 مسودات. المسوده رقم 1 كانت الولايات المتحده الامريكيه، هي صاحب تقول لي القلم، كانت عرضت على المجلس الامن حل واحد: الحكم الذاتي تحت السياده المغربيه والسلام عليكم. لا حق للصحراويين، الحل الوحيد هو الحكم الذاتي والسياده تحت المغاربه. هذا هو كانت تقول لي المسوده رقم 1، وكانوا فيها ضمانات يضمن عن الولايات المتحده ستقهر هذه الدول لقبول هذا الحل. راح الملك أدى الخطاب، خطاب انتهى الأمر وبطاطي وبطاطا ولا إله إلا محمد رسول الله، الحكم الذاتي وبطاطي وبطاطا، وانتهى النقاش. افتح الكاميرا، افتح الكاميرا، افتح الكاميرا. راني غلطت فيك، افتح الكاميرا. نعم، والحكم الذاتي والسيادة المغربية بضمانات. ولكن فيه دول رفضوا هذا المسودة رقم 1 2 3. كانت سياسة ستفرض على هذا المجلس الأمن. راح الملك وقال كلام، مع أن كلام الملك يكذب أبوه الحسن الثاني. الحسن الثاني خرج بخطاب: حررنا الصحراء مسيرة قولي مسيرة خضراء. 50 سنة خويا، وهذا هو الخطاب العياشة: حررنا الصحراء مسيرة خضراء، حررنا الصحراء مسيرة خضراء. هو كذب، لم يحررنا قولي هاي الأراضي مسيرة خضراء ولا حمراء ولا صفراء ولا، لأن نحن الموريتانيين خشينا في هذه الأراضي. نحن الموريتانيين احتلينا جزء من الصحراء الغربية. نحن الموريتانيين عندنا اتفاقية مع المغاربة، شوف، مع الحسن الثاني في مدينة الرباط لتقسيم هذه الأراضي الصحراوية، واعتراف من المملكة المغربية بالملك الحسن الثاني والبرلمان المغربي يعترفون عن وادي الذهب أرض موريتانية. ويجيني مربع الراس ويقول لي أنا حررت لي الصحراء مسيرة خضراء. شكون حررت أنت؟ ما حررت والو. وحررتك هي انت. كانت السلام عليكم. تا اسكت عن اسكت كي كانت شي موريتانيا صنع يا سفير، يا سفير، يا سفير، يا سفير، موريتانيا ماشي صنعاء فرنسا. يا سفير، دوك نعطيك الكلمة. يا سفير، يا سفير، دير لي هضر معايا قول لي موريتانيا قبل من تاريخ يا سفير، صاحبي نعطيك اسكت الكلمة. عني. تخش معايا في نقاش في التاريخ تمرق من هذا اللايف، تخرج منه مباشرة. ما لا، خليكم مشكلة هذا. واصل وصل كبير، واصل. نعم، أنا نقول لك عن هاي الأراضي الصحراوية هي كذب خطاب الحسن الثاني: حررنا الصحراء مسيرة خضراء. ما أنزل الله بها من سلطان. احنا رحنا الموريتانيين ونطالب بالصحراء، رحنا للأمم المتحدة نطالبوا بالصحراء. ايوه، وانت المغربي مربع الراس، هي أرضك، لماذا تقبل عن الموريتانيين يطالبون بالصحراء وهي أرضك؟ لماذا ما تحارب الموريتانيين؟ لماذا ما تعارض الموريتانيين لمطالبة أرض مغربية بين قوسين تقولون عنها مغربية؟ لا، خمشاهم على المغاربة أصدقاء. رحنا للأمم المتحدة نطالب، رحنا للمحكمة العليا، رحنا لاتفاقية مدريد، رحنا لاتفاقية الرباط، ورحنا واحتلينا هذه الأراضي. ويا ربي انت منين كنت يا المغربي؟ كل هذا الملك يقسم الأراضي مع نحن الموريتانيين في مدينة الرباط. هذه اتفاقية. ملكك يعترف عن وادي الذهب أرض موريتانية. يا وينك انت يا المغربي؟ يا الشعب المغربي وينك؟ ملكك يعترف. وخلينا السلام عليكم والسلام عليكم والسلام وعليكم السلام. مغربي دقيقة، دوك نعطيك الكلمة. مغربي دوك نعطيك الكلمة. والله مشكلة هو هذا، والله لا مشكلة. واصل كبير. بعدين يجيك الحسن الثاني ويقول لك احنا حررنا الصحراء. يجيك هذا العياش يقول لك احنا حررنا الصحراء 75. وما هو دور موريتانيا الى 79؟ احنا الموريتانيين كنا خاشين في الداخله، كنا خاشين في تشله، كنا خاشين في القواره. الى اليوم القواره الى اليوم فيها الجيش الموريتاني. وينك انت المغربي؟ الكذب طنجه الى القواره.
والقوارة فيها جيش موريتاني، لماذا ما تحرروا القوارة؟ هذا هو شو البرهان يا أخي عنهم لم يحرروا أرض واحدة، لا سنتيمتر واحد. القوارة فيها الجيش الموريتاني، لماذا قايب المغرب؟ أنا حسب كلامهم هما يقول لك صحراء مغربية، أنا الموريتاني محتل أراضي مغربية. القوارة فيها جيش موريتاني، والبحر القوارة، مياه القوارة فيها البحرية الموريتانية. وينك أنت يا المغربي؟ يعني الملك محمد السادس خش في لعبة، راح وعدل هذا الخطاب للشعب المغربي، الوحدة الوطنية وبطاطي وبطاطا. هي كانت لعبة، فضحوه انفضح. إلى إيميلي يقول أمام العلن. رجع وقال للشعب المغربي يوم 31 أكتوبر هو عيد الوطن، عيد وطناش. يعني الولد يكذب أبوه وأبوه يكذب جده. شوف أنا قلت لك محمد السادس يكذب أبوه الحسن الثاني، والحسن الثاني يكذب أبوه محمد الخامس. كيفاش الحسن الثاني كذب محمد الخامس؟ إن التاريخ يتعاود بالكذب. محمد الخامس كان يقول عن موريتانيا مغربية، وراح للأمم المتحدة يطالب بموريتانيا. بعد موته جاء الحسن الثاني قالوا أنت كذاب، موريتانيا دولة مستقلة. شفت وينك أنت يا الشعب المغربي؟ أنتم موريتانيا مغربية، الصحراء الشرقية والصحراء الشرقية مغربية، ايوا جالسين فيها الجزائريين. وينك أنت يا الشعب المغربي؟ السنغال دولة مستقلة. انتم تقولوا عن جزء من السنغال أرضكم. مالي نفس الشيء. يعني هنا في سياسة توسعية بالكذب، بنيت على الكذب. وكلما يجيك المغربي وعاش الملك وسيدنا وبطاطي وبطاطا. والله اللي حشاوها لكم كما يقولون، أقول اخوتي الجزائريين بهذا القرار الأمم المتحدة، والله اللي حشاوها، والله اللي حشاوها لمليككم. حتى ولا بسيط دكتور كبير، حتى ولو تشوف يعني النظام المغربي الكبير دير ميوت الصوت راه متعود. لو تشوف النظام المغربي هو يدعي بأن الشعب الصحراوي هم مغاربة، ولكن السؤال لماذا إذا كانوا مغاربة لماذا يريد إعطائهم يعني الحكم الذاتي؟ إذا كانوا مغاربة ما يطالب يعني يطالب منهم يعيشوا تحت الحكم الذاتي. يعني الحكم الذاتي تعطيه اللي إقليم ممكن يكون منفصل عن إقليمك. وهذو المغاربة اللي راه يدعي أن الشعب الصحراوي هم مغاربة، هم اليوم رافضين الحكم الذاتي. وهذا الحكم الذاتي في نظر الشعب الصحراوي هو مؤامرة مؤامرة على قضيتهم العادلة اللي هي معروفة ومسجلة في الأمم المتحدة أو في اللجنة الرابعة والعشرين لتصفية الاستعمار أو انهاء الاستعمار من 1963. وهذا الإدراج من الصحراء الغربية تم إدراج في 1963 للتذكير فقط أو للعلم. الأمم المتحدة أدرجت 72 إقليم عبر العالم من بينهم الصحراء الغربية في 1963، وهذا بناء على القرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1960. ومن أعطى المعلومات للأمم المتحدة هو الاحتلال الإسباني، لأن إسبانيا كانت قبل 1975 كانت غير عضو في الأمم المتحدة، ولما انخرطت كعضو في الأمم المتحدة 1975 أصبحت ملزمة لتطبيق القانون. وهذا هو القانون يعني وهذا هو السبب للاحتلال الإسباني قدم معلومات وأحالها على الأمم المتحدة. وكانت فيه اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 1960، وهذا ما أدى للتصويت على إدراج جميع الأقاليم عبر العالم، وهذا ما أدى إلى إدراج هذه الأقاليم 72 في 1963. وأول مرة ناقشت القضية الصحراوية هي في 1965
لكن إذا كانوا هذو هم مغاربة، لماذا المغرب يطالب بالحكم الذاتي ويطالبهم يعيشون تحت الحكم الذاتي؟ هذا هو السؤال، هذا هو السؤال اللي يطرح نفسه أو يطرح على المغاربة. تفضل الكبير. نعم، هذا أنا بمقدمتي فسرت لك لماذا المملكة المغربية تطالب عايزة تعرض كما قلت أنت الحكم الذاتي للشعب الصحراوي. لماذا؟ لأن المملكة المغربية عايزة السيادة، ولا توجد أي سيادة مغربية. سيفرض على الشعب الصحراوي الحكم الذاتي، ولكن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، يعني هذه الأراضي مغربية. نرجع ونقول لك يا أخي، هو سؤالي كان رقم 1: هل الشعب الصحراوي طالب من النظام المغربي الحكم الذاتي؟ الجواب هو لا. لماذا الشعب الصحراوي لا يطالب بالحكم الذاتي؟ لأن الصحراوي لا يعتبر راسه كمغربي، والصحراوي يقول لك أنا ماني صحراوي، أنا ماني مغربي، أنا صحراوي، أنا عندي السيادة على هذه الأراضي. المملكة المغربية ما عندها سيادة، لا توجد سيادة. والأسباب برهنت لك يا أخي، اتفاقية مدريد. اتفاقية مدريد يعني المغاربة ما عندك سيادة، أنت والموريتاني عندكم الإدارة مؤقتة. اسمعني خويا، إدارة مؤقتة بين الموريتانيين والمغاربة على الأراضي الصحراوية. وين هي السيادة؟ وقبلت المملكة المغربية. ولما لا تقبل المملكة المغربية إدارة موريتانية لولا كانت السيادة مغربية؟ هذا رقم 1. رقم 2 خويا، قلت لك تقسيم الأراضي. الأراضي قسمت باتفاقية بين الموريتانيين والمغاربة بمدينة الرباط يوم 14 أفريل 1976 بعد انسحاب إسبانيا. وين هي السيادة؟ وين هي السيادة؟ أنت عندك سيادة وتقسم الأراضي مع الموريتانيين، يعني ما عندك سيادة. السؤال مطروح الآن: ماذا تغير؟ 75 79 انسحاب موريتانيا، 2025 من 63 إلى 2025 ماذا تغير من غير سيادة إلى سيادة؟ لازم يكون في تغير. ومن يعطي السيادة؟ من يعطي السيادة؟ هو الشعب. هل الشعب الصحراوي يعطي السيادة للمغاربة؟ الجواب هو لا. والأسباب قلت لك عن حشات لهم في القرار الأمم المتحدة 27/97 يقول عن هذا الحكم الذاتي يقدر ربما هو حل، ولكن شو الكلمة العاقبة؟ الكلمة يضمن، هم ضمانات، ان اسيرونس كي اسير، قالوا بالفرنسية كي اسير، يضمن تقرير مصير الشعب الصحراوي. شوف خويا، تقرير المصير هو ضمن الحكم الذاتي. تقرير المصير هو أصلح للمغاربة، أكثر مصلحة هي للمغاربة. لماذا؟ لأن تقرير المصير سيعرض على الشعب الصحراوي 3 أسئلة أو خيارات. الخيار رقم 1، اسمعني خويا ياك تفهم، خيار رقم 1 هو الانضمام للمملكة المغربية مباشرة. يجوا الصحراويين يقول لك نحن مغاربة. الخيار رقم 2 هو الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. والخيار رقم 3 هو الاستقلال. شوف، 2/3 هو لمصالح المغرب، 1/3 مصالح الصحراويين الاستقلال، يعني 66.33% لمصالح المملكة المغربية، صالح المغرب، 33% صالحة للصحراويين الاستقلال. الحكم الذاتي هو قتل أي فرصة للصحراويين يعودوا دولة مستقلة. لماذا ما تقول المملكة المغربية أنا ندور الانضمام وهي أرضي، أنا ماني عاطيك والو، جو تو دون ريان، ماني عاطيك شيء، هذه أرضي. لماذا؟ لأن هذا الحكم الذاتي وهذه الكتاب الحكم الذاتي هو كتابة فرنسية طبقوه الفرنسيين على محتلين أفارقة، ما هم أفارقة في الأوسيان باسيفيك،
الشعب يقول الشعب يقول لوسيان باسيفيك، فرضوا عليهم هذا الحكم الذاتي الفرنسيين. نفس الحكم الذاتي حكموا الفرنسيين وعرضوه للمغاربه، والمغاربه 2007 يفرض هذا الحكم الذاتي. ولكن السؤال مطروح، هل عندك سياده؟ لازم تبرهن للعالم ان عندك سياده. شوف المحكمه لاهي ايش قالت، ماذا تقول يوم 16 اكتوبر 1975؟ ماذا قالت للموريتانيين والمغاربه؟ ماذا قالت؟ قالت لا سيادة للمملكة المغربية أو المجموعة الموريتانية على الصحراء الغربية. لا سيادة. السؤال مطروح، ماذا تغير؟ ومن يملك السيادة؟ هل البوليزاريو؟ هل الملك؟ هل وزير الخارجية؟ هل السفير كذا؟ هل الوزير كذا؟ لا. هل الحكومة؟ لا. السيادة هي ملك للشعب. هل هم سألوا هذا الشعب الصحراوي؟ لا. لين تقلع لوبسيون الاستقلال لم تطبق القرار. قرار واضح خويا، 15/41 15/41 يقول لك سيعرض على أي شعب تقرير مصيره 3 أسئلة أو خيارات، هما 3. طبق منهم واحدة لم تطبق الثلاثة، طبق 2 لم تطبق الثلاثة، مجبور عليك تطبق الثلاثة. لين تقلع لوبسيون الاستقلال لم تطبق هذا القرار، ولا أعطيت للشعب حقه. حق الحرية مفروض، سي ان برينسيپ مفروض، والشعب الصحراوي يخرج. ولكن لماذا تخاف المملكة المغربية والبروباغندا المغربية؟ يقول لك 80% من الشعب الصحراوي هم مغاربة. برافو، 80%، 80%. خالقين 20% من البوليزاريو، جزائريين، موريتانيين، ماليين، غامبيين. البروباغندا المغربيه ارهاء، من فهمت كبابيين يقولون في التيك توك وكذا و هذا 20%. لماذا ما تقبل الاستفتاء؟ انت عندك 80% المغرب. هذه البروباغندا والكذب. توقيف هذا الاستفتاء، توقيفه ان المملكه المغربيه ومخابرات المملكه المغربيه عرفت عن الشعب الصحراوي عايز استقلاله ونعرقلوه المغاربه. وبالك خويا اني انا عندي 80%، انا ضدك انت في اي انتخابات، انا عندي 80% من الشعب وانا ارفض الانتخابات، وهو منطقي. نقول لك وراحي تفضل نروح ولا تقول لي الانتخابات، وانت تطالب بها، تقول لي انا ندور الانتخابات، نقول لك انا لا 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 لا، انا عندي 80% ولكن ما نروح معك شغل الانتخابات. هذا ما هو منطقي. ونروح معك شغل الانتخابات ونحطمك، سأحطمك. لماذا المملكه المغربيه تحطم البوليزاري؟ عندهم 80%. ولكن اليوم شفت اليوم حالا الصحراويين في المناطق المحتله خرجوا وتكلموا رافضين الحكم الذاتي. نحن نرفض الحكم الذاتي، نحن لسنا بمغاربه، نحن صحراويين، ورفض الصحراويين تنازل عن حقهم. وصاحبي انت عندك حق، هذا حقك. نجيك انا في بيتك ولا خرج من بيتك ونجلس انا في بيتك، هل ستتنازل عن بيتك؟ تقولي لا ابدا، سأطالب عن حقي، نطالب حقي، نطالب ربما سنة، سنتين، 100 سنة، 1000 سنة، ولكن الحق يبقى حق والباطل هو باطل. المملكة المغربية ما عندها ولا سيادة. لو كانت عندها السيادة يا صاحبي، سؤال بسيط، لما لا يناقش الحكم الذاتي في الأمم المتحدة؟ أنت عندك سيادة. على سبيل المثال، مثال، لو قررت تبون والدولة الجزائرية قدم منطقة عنابة، على سبيل المثال، منطقة عنابة يطالبون بالحكم الذاتي، يطالبون، اسمع، لم يعرض عليهم. الصوت كبير، الصوت.
راه عندك مشكل في الصوت كبير. اللي حاب يكبقس يطلع. تسمعني الان؟ سامعني؟ سيبو واصل. قلت لك على سبيل المثال، لو طالبت الجزائر، لو طالب عن العنابيين، هذا مثال. عندك صوت الاطفال. لو طالبون منطقة عنابة على سبيل المثال بالحكم الذاتي، لازم هم يطالبون، بعدين الدولة الجزائرية ستقرر. اوكي، نعطيكم الحكم الذاتي. هل سيروح تبون والدبلوماسية الجزائرية للأمم المتحدة؟ أبدا. لماذا؟ بوركوا؟ لأن الجزائر عندها السيادة على أراضيها، تتحكم في أراضيها كيف اللي حبت هي. ولماذا اليوم نناقش الحكم الذاتي في الأمم المتحدة الصحراويين؟ لماذا؟ بوركوا؟ هون هذا جواب قاطع أن لا توجد أي سيادة مغربية على الأراضي الصحراوية، لا توجد. سيفرض هذا. دير الميوت كبير، الصوت راه يتعاود. صحيح، لكان تكلمنا قبل 1975 كان النظام المغربي ينظر في الصحراء الغربيه ليست الظاهر. لماذا؟ لان في 1964 كانت فيه الجمعيه العامه، قرار الجمعيه العامه اللي صوتت على تقرير مصير الشعوب من بينها الصحراء الغربيه. لماذا المغرب لم يعارض هذا التصويت للجمعيه العامه للامم المتحده 1964 لتقرير مصير الشعب الصحراوي؟ ومن بين الاصوات هي الاحتلال المغربي وموريتانيا، هم اللي صوتوا في هذه الجمعيه العامه للامم المتحده على تقرير مصير الشعب الصحراوي. واذا تكلمنا في 1970 اللي كان اجتماع ثلاثي في اجماع الجزائر والمغرب وموريتانيا في مدينه نواديبو، ويعني والمخرجات تاع هذا القرار هو ان اتفقوا على ان يدعموا القضيه المقاومه الصحراويه. في 1970 اتفقوا على ان يدعموا القضيه الصحراويه ويدعموا المقاومه الصحراويه ضد الاحتلال الاسباني من اجل الاستقلال الصحراء الغربيه. هذا اللي كان تكلمنا قبل 1975. إذا تكلمنا على 1973 اللي هي كان تم تأسيس جبهة البوليزاريو 1973 اللي مؤسسها راه معروف، هو الولي الشهيد الولي مصطفى السيد اللي استشهد في عملية عسكرية داخل موريتانيا. هذا التأسيس لجبهة البوليزاريو، حتى كلمة بوليزاريو البعض من المغاربة يسخروا منها، وهي كلمات مختصرة وهي جبهة شعبية لتحرير الساقية الحمراء والذهب، مختصرة في كلمة بوليزاريو. لماذا النظام المغربي لم يعارض هذا التأسيس تاع جبهة البوليساريو 1973؟ هذا قبل 1975. حنا نعرفوا الخبايا لماذا النظام المغربي قبل باحتلال الصحراء الغربية، ونعرفوا من دفع النظام المغربي لاحتلال الصحراء الغربيه هي القوى الخارجيه، راهي معروفه بالاسماء، وجروا معها مع الاسف الشديد موريتانيا برئاسه مختار وداده ربي يرحمه، على ما اعتقد توفى هذه الاشهر الاخيره. ولكن هذا اللي تكلمنا على 1975. ما هو السبب الذي يدفع الاحتلال المغربي او النظام المغربي يغير رايه قبل أن يغير رأيه في 1975 ويقبل باحتلال الصحراء الغربية؟ وهو قبل 1975 كان ينظر في الصحراء الغربية ليست أرضه. وأنا أعطيتك بعض من المعلومات. تفضل الأخ كبير. نعم، هذا اللقاء كان لقاء نواديبو 1970 بحضور المرحوم هواري بومجن والمرحوم مختار الدادا والحسن الثاني. نعم، كلامك صحيح، ولكن هو السؤال دائما مطروح. آنذاك لا توجد أي سيادة مغربية، لا توجد أي مطالبة مغربية ولا مطالبة موريتانية أبدا. 70 لا توجد أي مطالبة. ولكن يا أخي، كيفاش تشرح لي أنا ويشرحوا لي العياشة من قرارين اثنان من الأمم المتحدة تنصب المملكة المغربية باحتلال، اسمعني، باحتلال. قرار أمم متحدة 34/37 والقرار الثاني 19/35. قرار 79
قرار 80 1980. 19/35 هو القرار 80 1980. وهذا القرار هو مصيبة للمغاربة. يأكدوا في القرار 1980 اللي هو قرار 19/35 يأكدوا لاحتلال المملكة المغربية للأراضي الصحراوية. ويا ربي اشرح لي يا صاحبي كيفاش من الاحتلال إلى السيادة. فسر لي، أنا عايز نفهم من الاحتلال إلى السيادة. ما هو منطقي. أنا ما نقدر نجي لبيتك أنت ونحتلو، وأنا ينصفني المحكمة بالاحتلال، وأنا احتليت بيتك، بعد 20 سنة ينقال لك بير عنده السيادة على هذه الأرض. أنا نملك هذه الأرض. بماذا تملك الأرض؟ بماذا؟ بالقوة. بارك الله فيك. قل لي بالقوة. بالقوة. المملكة المغربية جالسة اليوم في الأراضي الصحراوية. برافو. إسرائيل بالقوة جالسة اليوم في أراضي فلسطينية. هل فلسطين إسرائيلية؟ لا أبدا. بالقوة. ولكن هل بالقوة تقدر تعطيني أنا الحكم الذاتي في بيتي؟ في بيتي أنا تعطيني الحكم الذاتي، في أرضي أنا، أرض جدودي وأرض. يقول لك الصحراوي لا، يقول لك القانون الدولي لا، ويقول لك الفلسطيني لا. لأن القانون الدولي مع الفلسطينيين ومع الصحراويين. ولكن شي تغير يا أخي، هو الموقف السياسي. الموقف السياسي هو اللي تغير. ترامب سيفرض على الصحراويين ولكن ما يقدر. هل ترامب يملك هذه الأراضي؟ لا. ترامب يدور الحرب. ترامب صالحه هو الحرب. تروح المملكة المغربية تشتري السلاح من الولايات المتحدة الأمريكية أو خشوا الحرب. أنا نقول لك عن الصحراء المغربية وأنا معاك وأنا موقف السياسي. حتى المستشار دونالد ترامب، وأنا نقول لكم شو روح والصمت والكلام في بي بي سي والله الجزيرة، سألوه سؤال عن هذا القرار الأمم المتحدة. ماذا قال؟ قالوا هل هو الحكم الذاتي والحل الوحيد؟ قال لهم لا أبدا، هو طرح. قال لهم هو طرح سياسي أمريكي من ترامب. ويا العياشة فهموا، طرح سياسي بوليتيك وليس قانوني. قال لهم هذا طرح أمريكي من الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا من ترامب. وحد أي إنسان قرأ يفهم. ترامب يقول يعترف بالصحراء المغربية والحل الوحيد هو الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. هذا موقف ترامب. موقف ترامب وقوة أمريكا كانت عايزة تفرض هذا الحل، ولكن قالت لها روسيا لا، قالت لها الصين لا، قالت لها الجزائر لا، قالت لها باكستان لا، قالت لها ليتوانيا لا. كل الدول اللي في ذاك الأعضاء قالوا لا لا لا, لا هذا ليس عادل. لازم نعودوا عادلين مع المغاربة ومع الصحراويين. لازم يضمن تقرير مصير الشعب الصحراوي. لازم نجدوا المينورسو مدة سنة. ما هو دور المينورسو؟ دور المينورسو شنو؟ هو إشراف على استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي. هذا هو دورها. ولكن ضافوا لها جزء عسكري. افهم، ضافوا لها جزء عسكري لمشارفة على وقف إطلاق النار. والسلام عليكم. كان طلب من الأمم المتحدة 1991 لأسباب تقرير مصير الشعب الصحراوي. استفتاء. السلام عليكم. يشارف على وقف إطلاق النار. ولكن لماذا ما يضيفوا لها؟ وكانت مطالبة الجزائر وكل الدول بالسنة الماضية يضيفوا للمينورسو جزء من حقوق الإنسان. رفضتوا فرنسا، رفضتوا الولايات المتحدة الأمريكية. الدروا دلهم عادي، والعالم يطالب حقوق الإنسان. حقوق الإنسان عادي، ولكن كانت فيها جولية سياسة. لو ضافوا لها هذا الجانب
الحقوق الإنسان في الصحراء هذا الحقوق الإنسان سيحمي الشعب الصحراوي تحت الاحتلال المغربي. افهمني خويا، يصبح لك الصحراوي تحت حماية دولية. أقسم لك بالله يخرج كل الصحراويين في الشارع، أقسم لك بالله يخرج الصحراويين في الشارع لولا انتفاضة، لأنهم عادوا تحت حماية دولية. وهذه كانت مطالبة الجزائر. ردك السنة المقبلة أقرأ لاني باسي، الجزائر رفضت هذا القرار عنه 26 يبدو لي عنه 26 رفضت الجزائر. لماذا؟ لأن الجزائر كانت عايزة معها دولة ثانية دخول الحقوق الإنسان في القرار. رفضت فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. ولماذا يرفضون؟ لماذا يرفضون؟ هم تفهم عن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإسبانيا. إسبانيا هذه عليها نعلة الله. إسبانيا، الحكومة الإسبانية حالا، كل هذا يلعب مصالح المملكة المغربية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإسبانيا هم اللي يأكلوا من خيرات الشعب الصحراوي. هم اللي يأكلوا من خيرات الشعب الصحراوي. شركة الفوسفات اللي في مدينة العيون 66% من هذه الشركة هي أموال فرنسية. 66%. صحيح كبير. موريتانيا هي اللي كانت محتلة جزء من الصحراء الغربية وهي وادي الذهب، وانسحبت في 1979. وفي نفس السنة 1979 الأمم المتحدة شجبت الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية وطالبت بتقرير مصير الشعب الصحراوي. شجبت يعني بمعنى استنكرت وأدينت بشدة الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية وطالبت بالاستفتاء الصحراء الغربية. موريتانيا انسحبت في 1979 بسبب مشاكل كانت عندها مشاكل، هذا الشيء معروف، بسبب الحرب وقد عندها مشاكل، وخاصة الموقف الأمم المتحدة. وانسحبت من الصحراء الغربية وعقدت يعني اجتماع مع جبهة البوليساريو، وهذا الاجتماع كان في الجزائر، ورسمت الحدود بينها وبين الجمهورية العربية الصحراوية، لأن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية كانت بعد تأسيسها 1976 حتى لا الناس تذهب بعيدا، ودارت اتفاق سلام ما بينها وبين جبهة البوليساريو. بالنسبة لك الدكتور الكبير، ما هو الموقف الرسمي للدولة الموريتانية الشقيقة تجاه القضية الصحراوية؟ تفضل كبير. الجمهورية الإسلامية الموريتانية موقفها واضح. موقف موريتانيا هو موريتانيا تعترف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية كدولة، اعتراف رسمي. وموريتانيا موقف من القضية الصحراوية، الصراع من القضية الصحراوية بين الصحراويين والمغاربة هي حيادي إيجابي. ما معناها الحيادي الإيجابي؟ يعني نحن الموريتانيين ولا الدولة الموريتانية لا تتدخل في شؤونك أنت الصحراوي. حبيت تعود مغربي الله يسهل عليك، حبيت تعود صحراوي الله يسهل عليك. ولكن نحن كدولة نعترف بالدولة الصحراوية ونعترف عن هذه الأراضي هي أرض صحراوية. يعني عن الموقف الموريتاني والكثير يقول لك موقف الموريتاني هو موقف حيادي. احنا لسنا بحياد أبدا، لأن موريتانيا تعترف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. يعني المغاربة تقول عن الصحراء مغربية، أنا الموريتاني يقول لا، الصحراء للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. موقفي واضح، لست بحيادي. ولكن الحيادي هناك هو في القرار، في تقرير المصير. أنا ما نقدر، الدولة الموريتانية ما تقدر تقول للصحراويين روحوا وقعدوا لدولة مستقلة. ذاك شأنك أنت، اللي حبيت أنت، ذاك قرارك أنت، يضمن لك الأمم المتحدة. وموريتانيا مع كل قرارات الأمم المتحدة وتطبيق القرار الأمم المتحدة.
اللي هو تقرير مصير الشعب الصحراوي. هذا هو موقف موريتانيا. سمعت الاخوان اللي حاب يطلع يشاركنا في النقاش يتفضل. ربما اداره تيك توك حضرت الطلبات، هذا هو مشكل. نعم بالفعل هي حضرت الطلبات، ما فهمتش علاش، ما فهمتش. والله حين قضانا عنك ربما يصح لك لايف، هذا كل ما يجي لايف ثم لا السينيال. لا مرحبا بك الدكتور الكبير، مرحبا بك. مرحبا بك. مرحبا بك. اللي حاب يجرب طلب يتفضل. شوفوا المشكل هذا. للأسف الشديد شكرا، تحياتي لكم. رايح ننهي اللايف، نعاود نطلعه. مرحبا بكم مرة أخرى إن شاء الله.